ذهب العجوز ومعه الشاب إلى القاضي زهران، وعندما وقفا أمامه وقصا له قصتهما، تعجب القاضي زهران من هذه القصة، فنظر إلى الرجل العجوز وقال: أنت أيها الرجل قد وعدت الشاب بلا شيء مقابل أن يحمل لك كيس الدقيق على ظهر الحمار. قال العجوز: نعم يا سيدي القاضي، هو ذاك. ثم نظر إلى الشاب وقال: وأنت تريد الآن اللا شيء الذي وعدك به ذلك الرجل العجوز؟ قال الشاب: نعم يا سيدي القاضي، هو ذاك. حينها علم القاضي زهران أن ذلك الشاب يتصف بالسماجة والتفاهة، ففكر قليلا، ثم أمر أحد الحراس أن يدخل الحمار وعليه كيس الدقيق إلى قاعة المحكمة. تعجب الحاضرون من ذلك، ولم يدري أحد ماذا يريد أن يفعل القاضي، لكن الحارس ذهب وأحضر الحمار وعليه كيس الدقيق وأوقفه أمام القاضي. حينها نظر القاضي إلى الشاب بتحد وقال له: أيها الشاب، إن كنت تريد أن تأخذ ما وعدك به العجوز فأنزل كيس الدقيق من على ظهر الحمار. فعل الشاب ما طلبه القاضي، وأنزل كيس الدقيق من على ظهر الحمار ووضعه على الأرض. ثم قال القاضي للشاب: إذن ارفع كيس الدقيق من على الأرض وضعه على ظهر الحمار مرة أخرى. فعل الشاب ما طلبه القاضي، ورفع كيس الدقيق من على الأرض ووضعه على ظهر الحمار. فقال القاضي للشاب: ماذا وجدت تحت كيس الدقيق عندما رفعته من على الأرض ووضعته على ظهر الحمار؟ قال الشاب: لا شيء. عندئذ ضحك القاضي وقال للشاب: إذن فخذه، فهذا ما وعدك به العجوز.